المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بالعناوين. لقاء لتقوية فعالية المراجعة المالية. تدريب تربية الدواجن في الإقليم الجنوبي. دعوة من أجل إيجاد حل دائم لأضرار السيول في بدة. الصين وروسيا تقترحان رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. طائرة مسيرة تركية تهبط في شمال قبرص. وعصير في جنوب شرق أمريكا ومعطل الثلاثة على الأقل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. عقد مكتب المراجع العام اجتماعا في 17 من ديسمبر الجاري مع مسؤولي الإدارة والمالية والمراجعة الداخلية ووحدات الميزانية الحكومية لبحث فعالية المراجعة والإجراءات الواجب اتخاذها من المؤسسات الحكومية. وهدف الاجتماع توضيح فعالية المراجعة لوضع الميزانية وتقديم تقارير متكاملة، وأهمية الحفاظ على الوثائق القانونية للإيرادات والمنصرفات ودقة الفواتير في عملية المراجعة السنوية. وقال المراجع العام السيد جرزجهر قبر مدهن لوكالة إيرينا أن الاجتماع كان لسد نواقص المؤسسات وتقديم توصيات التنفيذ للمؤسسات والتعرف على القصور وتصحيحه، مشيرا إلى العمل الحكومي لتحسين النظام المالي. وأكد استعداد مكتبه لحل الإشكالات المالية التي تظهر بالتنسيق بين خبراء المراجعة العامة والمالية، داعيا وحدات الميزانية الحكومية والمراجعة للعمل المنسق لأن عملهم تكاملي. وبحث الاجتماع بتوسع التحصيل الضريبي والجمركي وحفظ وثائقها وإعداد توضيح مالي جيد واتباع المزادات للوسائل القانونية وتجميع القروض المقدمة في أوانها وتقديم تقارير الممتلكات بثمنها المالي. وأوصى الاجتماع تنفيذ عملية المشتريات المركزية في أوانها وبالوسائل التي ترغب بها المؤسسات، وتنظيم دورات تدريبية لخبراء المالية والمسؤولين المعنيين، وإقامة جهة في المؤسسات يكون لها ارتباط وثيق بمكتب المراجع العامة. أوضح مدير مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي الدكتور أمانويل محرطة بأن التطعيم ضد المرض الصحائي يقدم في 12 مديرية بالإقليم ابتداء من 15 من ديسمبر الجاري. وأوضح لدى إطلاق الحملة رسميا في 15 من ديسمبر أن الخطة تقضي تطعيم 70% من سكان الإقليم من عمر السنة وحتى 30 سنة، وتقديم فيتامين ألف للأطفال تحت سن ال5 أعوام بمشاركة 200 فريق طبي من وزارة الصحة والدفاع. وأشار إلى تنفيذ التطعيم في 70 عيادة و1230 نقطة تطعيم مؤقتة، إلى جانب تجوال الكادر الصحي إلى 20 موقعا بالأرجل. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبت أبتسفاسيون تعاون المواطنين عامة وأولياء الأمور خاصة لإنجاح البرنامج. ويمكن علاج مرض الصحي القاتل الذي يصيب الدماغ والحبل النخاعي بالتطعيم والخدمات الصحية السريعة، وتشمل أعراضه الآلام والحرارة المرتفعة وتصلب الرقبة. نظمت مفوضية الثقافة والريادة في 16 من ديسمبر الجاري حفل استقبال رسمي ومأدبة عشاء في فندق أسمر بالاس للفرقة الفنية الأثيوبية المكونة من 60 عضوا، التي تزور البلاد لتقديم عروض فنية لفترة أسبوع برئاسة وزيرة الدولة في وزارة الثقافة والسياحة السيدة بزونش مسرت. وفي المناسبة التي حضرها حاكم الإقليم الأوسط اللواء رمضان عثمان أولياي وسفير إثيوبيا في إريتريا السيد رضوان حسن السيد رضوان حسين والضيوف المدعوين والفنانين، ألقى مفوض الثقافة والريادة السفير زمد التخلي كلمة أوضح فيها أن التبادل الثقافي الجاري بين إريتريا وإثيوبيا لم يقتصر في العروض الفنية فقط، وإنما ينمي العلاقة في المؤسسات الثقافية بين البلدين، وتنظيم برامج ومناسبات لإثراء تبادل التجارب بإجراء لقاءات مستمرة وتأكيد الجاهزية للعمل في هذا الجانب. من جهتها قالت وزيرة الدولة في وزارة الثقافة والسياحة الإثيوبية السيدة بزونش مسرت أن الرحلة الثقافية الجارية في إريتريا التي أتت بعد استعدادات استغرقت فترة طويلة مواصلة للبرامج الثقافية التي بدأت مسبقا بالفرقة الإريترية لتوطيد أواصر التواصل الثقافي بين البلدين،
معبرة عن أمنيتها الكبيرة بأن تستمر لقاءات البلدين بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية أكثر من ذلك. وقدم مفوض الثقافة والريادة هدايا للفرقة الإثيوبية الفنية. وقال مسؤول تنسيق الاحتفالات في مفوضية الثقافة والريادة السيد تسفاي برهي والمدير العام لقسم الثقافة والريادة في الإقليم الأوسط السيد إندرياس أسمرون في تصريح لوكالة الأنباء الإريتريا إيرلينا أن الشروع في برنامج التبادل الثقافي جزء من اتفاقية السلام والتعاون الموقعة بين إريتريا وإثيوبيا، وأشار إلى أهميته القصوى. هذا وقد رحل الوفد الإثيوبي الفني اليوم إلى مدينة كرن. تلقى 278 مربيا للدواجن من 5 مديريات في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية لتربية الدواجن لتساعدهم في عملهم. وشملت الدورة التدريبية لمربي الدواجن والمزارعين في مديريات دك أمحاري ودبارة ومندفرة وأمن حيلي وعدخالة رعاية وتغذية الدواجن ورقابتها وعلاجها من الأمراض. وأشار مسؤول وزارة الزراعة في المديريات إلى أن الهدف من البرنامج استخدام الوسائل العلمية لتربية الدواجن. وأوضح المشرفون على الدورة التدريبية أن نقص الدراية بالعناية والإدارة من الأسباب الرئيسية لقصور تربية الدجاج، وتهدف الدورة التدريبية إصلاح ذلك. وذكر المشتركون بأن التدريب يساعد لتحسين عملهم، منادين وزارة الزراعة توفير أدوات تغذية الدواجن. وأوضح فرع الثروة الحيوانية في الإقليم الجنوبي تقديم حوالي 70,000 من الفراخ لمربي الدواجن في 12 مديرية بالإقليم الجنوبي هذا العام. دعا مزارعو بدا بمديرية قلعلو لتعاون الجهات المعنية لإيجاد حل دائم من الأضرار الكبيرة التي تسببها السيول على البنية التحتية الزراعية. وأوضح المزارعون انجراف تربة مساحات زراعية كبيرة نتيجة انهيار المجرى التحويلي جراء السيول العام الماضي، وأن خطر السيول بيتكرر سنويا، مطالبين إدارة الإقليم ووزارة الزراعة إيجاد الحل لأن عملية الصيانة تحتاج للآليات الثقيلة. وقال مساعد مدير الضاحية بدا السيد عمر صالح إن صيانة مجرى رجالي التحويلي الذي ينمي مساحة أكثر من 1200 هكتار يعتبر قوة فوق قدرات المزارعين، داعيا الجهات المختصة إبداء الاهتمام للصيانة. أفاد الاجتماع الذي عقد في عد كسلا بمديرية غردات السير الجيد لعملية إصحاح البيئة بتعاون وزارة الصحة وإدارة المديرية. وأوضح مسؤول إصحاح البيئة الشاب دانيال كيداني إصحاح بيئة 39 قرية بموجب أنشطة التوعية التي قامت بها اللجنة المشكلة على مستوى المديرية في 101 قرية. وأشار مدير مستشفى غردات الدكتور ولد يوهنس إلى انخفاض ظاهرة الأمراض نتيجة التوعية الصحية المكثفة. وذكر مسؤول إصحاح البيئة في إقليم القاشبركة السيد تخلوم يعبي القيام بالتوعية في 720 قرية بالإقليم وإعلان إصحاح بيئة 251 قرية. ودعا مدير مديرية غردات السيد إساق طعم لتكاتف كافة قطاعات المجتمع لضمان إصحاح البيئة. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. أهلا بكم والأنباء العالمية. قدمت الصين وروسيا مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإلغاء بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بغرض تحسين حياة السكان المدنيين. كما ترحب المسودة التي اطلعت عليها رويترز بمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كل المستويات بهدف تأسيس علاقات جديدة بين البلدين وبناء ثقة متبادلة والمشاركة في جهود إرسال سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية بأسلوب مرحلي ومتزامن. وتأتي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق. قال مسؤول تركي إن طائرة مسيرة تركية مخصصة للمساعدة في البحث عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط هبطت في مطار في جزيرة قبرص التركية. ووكالة الأناضول أوضحت أن طائرة تركية بدون طيار طراز براقدار نفذت أول مهمة لها في شرق البحر المتوسط عقب وصولها لجمهورية شمال قبرص التركية.
كما قالت وكالة دنبر أوران للأنباء أن حكومة جمهورية شمال قبرص التركية حددت مطار جيسيكال على الجزيرة كقاعدة لكل من الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة استجابة لطلب من تركيا. كانت تركيا قد بدأت في التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل قبرص في وقت سابق من العام الجاري، وأرسل سفينتي حفر وسفينة تنقيب ترافقها طائرات مسيرة. وردا على ذلك قال الاتحاد الأوروبي أن هذه الأنشطة غير مشروعة وأعد عقوبات على تركيا. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء ودمتم في أمان الله.